هذا سؤال من أم محمد تقول: أنا فتاة لدي عمل حر في مجال التصوير الفوتوغرافي وطباعة ألبومات الصور. عملي باختصار هو أن أستلم صورا من الزبائن وخاصة من العرسان، العروس والعريس. طبعا ذكرت مرة واحدة أن العروس والأطفال. المهم تستلم أيضا صورا من الأطفال وتعدلها كما تقول عبر برنامج الفوتوشوب، حيث أقوم بتعديل الإضاءة والألوان للصورة وتنظيف البشرة عبر برنامج معين يختص بهذا الجانب، ثم أطبع الصور من خلال مكاتب نسائية مختصة بهذا الشأن، علما بأن الصور لا يطلع عليها إلا كادر نسائي، بحيث أقوم بتسليم الألبوم للزبون. هل ما أقوم به مباح أم هناك شيء من المحظورات؟ أما إذا كانت هذه الصورة عرضة لأن تظهر للأجانب والمرأة متبرجة تبرج الجاهلية فذلك لا يجوز، لأن العبرة بما يجوز النظر إليه بالعين المجردة أو بدون واسطة، فما جاز أن ينظر إليه على الطبيعة فإنه يجوز أن ينظر إليه من خلال الصورة أو من خلال الشاشة، وما كان محرما أن ينظر إليه بالطبيعة فكذلك الصورة. المرأة كما يحرم النظر إلى رأسها وصدرها وساقيها وعضليها وساعديها نظرة مباشرة، كذلك النظر إلى صورتها، نظر إلى هذه الأشياء في صورتها، كل من ذلك محرم، وعلى الناس أن يتقوا الله تعالى في هذا. نحن نوصي الذين يصورون النساء التي يصورن النساء أن يكون التصوير مع الاحتشام التام إن دعت الحاجة إلى هذا التصوير. نعم، جزاكم الله خير سماحة الشيخ.